استاذ زهير تريد رئيس وزراء يجي للعراق يسمع كلام امريكا مو؟ لا 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 استاذ مشرف، لا لحظه استاذ زهير، لحظه تحت من مسوي العمليه السياسيه؟ خلف الله عليكم اذا يكون امريكا وايران مسوي العمليه السياسيه واحنا خراعه خضره. هسه قدامك، هسه مو يقول كلام استاذ زهير واقعي، وهذا حكى السيد محمد الغبان واحد بدر في بغداد يقول اتفقت الكتل السياسيه انه اي رئيس وزراء يجي ماكو. كلش حلو. طبعا هي هاي مأساة الكتلة السياسية الثانية وعبر عنها بالمخاوف السنية، من عندها سببتها الولاية الثانية للسيد المالكي وخلتهم يخافون بعد ماكو ولاية ثانية. فمو معناته كل واحد، فأريد أقول لهم الطبقة السياسية وللناس ترى مو كل واحد يجي ولاية ثانية راح يصير مثل ولاية السيد المالكي. أكيد أكو خيارات أفضل. إضافة لذلك المجتمع والبرلمان قادر أن يقدم شخصيات لولاية ثانية، ماكو شيء قطعي دستوري يقول ما يصير. من تشهد الناس استقرار، من الناس كانت الوضع جدا صعب، طلعت غيرت رئيس وزراء في تشرين، مو صحيح؟ اكو ضغط جماهيري فرض على الاطار التنسيقي وفرض على الكل واجب رئيس وزراء مغاير. بالتالي هذا الضغط المجتمعي اذا ما احس باستقرار وفقدان الاستقرار، في اذا ما حصل لولايه ثالثه او رابعه شخص ممكن يخوف الناس بعد اكثر، اكيد راح يجعلهم يتمسكون بولايه الاستقرار اللي موجوده اللي ممكن يقدمها السيد محمد الشاع السوداني اللي هو خيارنا. وبالتالي هذه الفضفضة السياسية التي لا تعتكز على دستور مبني أو كتابة موثقة حتى نتحدث بها بالتاريخ، هذه أعراف حتى مو أعراف، شو نسميها احنا؟ قولات هن انه يحجون سالفه ويريدوها يمشوها، تعرف العرف ممكن يصير قانون. هذول يعني كل 4 سنوات 5 يطلعون لنا ببدعه في سبيل انه يستمرون، ومنها بدعه انه ماكو ولايه ثانيه. انا يعني أقدر حجم المخاوف الكثيرة اللي ممكن أنه سحب البساط بعد أكثر من كثير من القوى. الإطار التنسيقي في إذا ما استمرت حكومة السيد محمد الشاع السوداني ممكن أنه تلاقي شعبية وجماهيرية أكبر باستمرارها وحضورها، وهذا الاستقلال اللي جاي نشوفه هو مو من فراغ، من عمل خلال 2.5 سنين يمكن أو 3 سنوات قدمت الحكومة بشكل واضح. أنا واحد من الناس كنت أجلس وياك هنا من أشد المعارضين ابتداء الحكومة ومعارضتي لها. في أول استلامها قدمت إعفاء من منصبي كنت مدير عام. يمكن انا تشرين الوحيد اللي خسرت منصبي. زين يعني فهذا يجوز ترجع وزير. يعني هذا انا كرئيس حركه سياسيه اسعى بان تكون الافكار في كيفيه اداره منظومه الدوله. بس هاي مو حكايه تهنا، هاي طبقه سياسيه حاكمه تتفق. وقدامك ضرب لك مثال استاذ زهير اليوم كلش صريح، قال لك من عجزنا عن اقناع الطرف الشيعي حتى يجي الشيعه ويحددون هويه رئيس الوزراء القادم، سوينا ثلث معطل ووقفنا العمليه السياسيه كلها والدستور سامح لهم يسوون هيك. بالتالي هذا اتصور ما راح تعاد هذا السيناريو، لكن انا اقول انه بلد بحجم العراق مر بعمليه هدم منذ 2003 ولغايه هذا اليوم، وما قبلها هدم اخر حتى لا يحسب. يحتاج الى عمليه تصحيح، عمليه تعديل مسار، عمليه على الاقل الشروع في البناء. وهذا الشروع في البناء احنا في ائتلاف العمر والتنميه ثق نطالب بأن يكون السيد محمد الشاع السوداني مرشح لرئاسة الوزراء، لكن ما راح نوصل لمرحلة أن نتقاتل. سنعمل بمنهج ممكن معارض للسلطة القادمة، لكن ما راح نوصل لمرحلة التقاتل، ونحاول أن نبين الإخفاقات وكيفية التصحيح في مسار العملية الديمقراطية اللي نسعى لها. شو راح تتجاوزون هذا اللي يخلوه الشرط؟ هم الشرط مالتهم ما يسرع علينا شيء نبي. شو راح يقدر شكرا لشروطكم وعليكم الالتزام بشروطنا. هيك؟ اي طبعا. احنا اللي اسسنا الملعب واحنا اللي نلعب به.